السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا ليا واحد صاحبي خجول جدا مع البنات، فطلب مني اعمل فيديو عن الموضوع ده، وانا هبتدي بالخجل الاول. يعني موضوعنا النهارده هبتدي بيه عن الخجل، ونتجاوز المرحلة دي ونقضي على الخجل تماما، وازاي تكون شخصية قوية جدا. 4 حاجات فلازما عليك تعملهم. يلا بينا. أول حاجة مهم جدا إنك تعرف نفسك وتفهم شخصيتك، وإيه هي ملامح شخصيتك، وإيه هي الحاجات اللي بتحبها، وإيه هي الحاجات اللي بتكرهها، وإمتى بتحس بالقوة وإمتى بتحس بالضعف، وإيه هي المواقف اللي بتخليك خجول وبتحس بالخجل. التانية هو التحدي، فكرة انك تتحدى نفسك، تتحدى الاخرين، تتحدى الظروف، انك تقول لنفسك اجرب. اول ما تحس بالخوف انك تكلم الشخص وانت لم تستطيع انك تكلمه، ولا تعرف تتعامل بيه الطريقة اللي انت بتتحدى نفسك. يعني اذا فشلت جرب مرة تاني، اذا لم تنجح مع شخص هتنجح مع شخص تاني، إذا فشلت في شغل معين هتنجح في شغل تاني، إذا فشلت في مشروع هتنجح في مشروع تاني. التحدي أهم حاجة، لأنك هتوفر على جزء كبير جدا من الثقة بالنفس. المقارنة، وقت ما أنت بتقارن نفسك بشخص آخر فأنت هنا بتخجل تلقائي بعدم الثقة بالنفس. مثلا لما تشوف شخص بيلبس حلو ومستقر وظروفه المادية مساعداه، فانت بتقول لنفسك ده احسن مني، فبتخلي عقلك اللاواعي وعقلك الواعي كمان بيبقى ضعيف، لانك انت بتضيف قدرات، فانت تلقائي بتبقى خجول. اهم حاجة افهم ان انت مش قليل، افهم ان دي حجج مش اكتر. اول ما تفهم ان انت كويس وراضي عن نفسك، ساعتها ثقتك في نفسك هتضرب في الحاجة الرابعة، ركز على الشخص اللي قدامك. الخجل والتوتر جايين أساسهم من فكرة إنك مركز على نفسك. يعني هتقول لنفسك أنا شكلي إيه، بتكلم صح ولا لأ، ومش مركز على الموضوع اللي بتتكلم فيه ولا مع الشخص اللي بتتكلم معاه. كل ما تلاقي نفسك بتركز على أفكارك فوق لنفسك، ووجه طاقتك كلها لاستماع الشخص الآخر واتكلم معاه، واسأل ووجه بكل تركيزك، وسيبك من الطاقة السلبية اللي موجودة جوه راسك. إذا عجبك الفيديو مستني تعليقك في أسفل الفيديو، والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واللايك عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في الفيديو القادم.